بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لسه مكملين في الكارثه بتاعت امبارح طلائع الجيش والاهلي. الاهلي في كلام النهارده على انه في عقوبات على اللعيبه 25% لو طلعوا من افريقيا، 25% من رواتبهم. وفي كلام على انه الاهلي بيفكر في جوميز، نفس السياسه ونفس الطريقه. انا هروح اجيب حد عشان اكيد جمهور الزمالك او اكيد بيراميدز او يعني. وانت ما تعرفش تختار، يعني انت ما تعرفش تشوف حل تاني. وانت يا اما تجيب زيزو يا اما ما تعرفش تجيب لعيب تاني. ما ينفعش تجيب حد غير بن شرقي عشان يغيظ وتقعده على الدكه ويعمل لك مشاكل لو عايز يلعب وتريزيجيه مكانه وهو عايز يلعب مكان تريزيجيه وتريزيجيه عايز يلعب مكانه. ما تعرفش، يعني انت عايز تزود مشاكل. عايز تزود مشاكل. هي دي سياسته، هي دي سياسه الخطيب. انا عاوز الجمهور بتاعي يغيظ الجمهور التاني. عاوز الجمهور بتاعي او النادي بتاعي او اللي بيشجع النادي بتاعي بتوع السوشيال ميديا اللي تبعي يقعدوا يشتموا في الانديه التانيه. طب ما تلعب كوره يا عم، ما تلعب كوره يا عم. ما الدنيا واسعه يا عم، انت ليه مضيق دماغك؟ ليه ما تجيبش احتياجاتك وتفكر تجيب ناس تخدم فريقك وما يبقوش على الفريق وما ياخدوش فلوس وخلاص. النهارده انت لما تفسخ عقد تروب انت محتاج 3 4 مليون دولار. بضاعه اتلفها الهوى او اتلفها الهوس. انا عايز حد بمرتب كبير. اقعد اقول لي اصل انا جبت ليفل مش عارف ايه، واصله ده ليفل عالي ما حدش يقدر يجيبه، والزمالك يا عيني مش عارف يجيب مدرب ب 30,000 دولار وانا جبت 3 مليون دولار. طب اعمل لك ايه يا ابو 3 مليون دولار بقى؟ عمل لك ايه؟ اديك عايز تغيره. ما تعمل زي ما العالم كله بيعمل، بيشوف احتياجاته وبيشوف سي في المدرب اللي عايز يجيبه، وبيشوف هو خد بطولات قبل كده، بيلعب على بطولات ولا هو بيلعب عشان يبقى في الدوري اللي هو جاي منه. فتشوف الناس زي ما الناس كلها بتعمل في العالم كله يعني. ما تعرفش تشتغل؟ طب انت بتدير ليه؟ معاك خزنه فيها فلوس وخلاص. هيجي وقت الامور هتبقى صعبه. هيجي وقت الامور هتبقى صعبه. ادينا شايفين ازمات الدولار اللي كل شويه تحصل يعني. انت هيجي لك وقت مفيش دولار، مفيش دولار في البلد اصلا عشان يدوك دولارات تدفعها لناس بتمشيها شروط جزائيه. فالحنفيه هتقفل. هيجي وقت يقول لك ايه يا عم اللي انت بتعمله ده وانا اجيب لك منين؟ مفيش. يبقى تعمل ايه ساعتها؟ انت لو ما خدتش افريقيا السنه دي انت في مصيبه. 6 مليون دولار طاروا منك. مش كده وبس، انت مش ضامن تروح بطوله العالم للانديه. انت مش ضامن لغايه 29. انت يا عالم هتعرف تاخد بطوله افريقيا اصلا؟ هتعرف تلعب في افريقيا السنه الجايه؟ انت مش عارف. انت لو طلعت ثالث هتروح الكونفدراليه. فالمداخيل الدولاريه ليك هتبقى قليله جدا. هتجيب منين بقى فلوس تدفع شروط جزائيه بالملايين؟ الاهلي عنده ماتش صعب وماتش مهم جدا الجمعه الجاي مع الترجي، واعتقد ماتش اي نتيجه غير ايجابيه للاهلي، يعني لو خسر الماتش ده طلب لازم يمشي يعني. مفيش حل تاني قدام اداره الاهلي. بس مشيان تروب في 3 4 مليون دولار لازم يدفع. هتبقى كارثه. هتبقى كارثه. يعني بشوف انه الاهلي محتاج الحقيقه اعاده حسابات. ادارته محتاجه اعاده حسابات طريقه تفكيرها. هي بتدير الكوره ازاي. وانا مستغرب الحقيقه ازاي الخطيب ده موجود له 20 سنه موجود في الاهلي، وكان موجود مع حسن حمدي في الاداره، وازاي بيفكر كده وازاي بيشتغل كده. كان زمان ياخدوا الاسماعيلي، كانوا بيفضوا الاسماعيلي، مش لاقيين الاسماعيلي يفضوه ويجيبوا احمد فتحي مش لاقيين، فبيفضوا الزمالك. الاسماعيلي خلاص بيهبط. هو دلوقتي انت عايز تفضي الزمالك عشان هو يهبط. طب بعد كده هتفضي مين؟ انت مش هتلاقي. يعني الزمالك انت هتفضيه وهيهبط زي الاسماعيلي كده. طب انت هتعمل ايه بعد كده؟ هتعمل ايه؟ هتكلم حد يمشي بيراميدز؟
هيبقى باقي لك بيراميدز، وبيراميدز معاه فلوس، هيعرف يشتري. هتعمل ايه بقى؟ هتكلم حد يلغي لك بيراميدز؟ يكلم حد يمشي لك بيراميدز؟ مش تقعد لوحدك تاخد البطوله على ناس ما حدش بيتفرج عليها؟ يعني ازمه كبيره الحقيقه، واداره الاهلي لازم تراجع حساباتها، ولازم انا رايي يعني الخطيب صعب جدا يكمل بالطريقه دي، صعب يكمل حتى مدته. لكن هنشوف الجمعه الجايه الدنيا هتمشي ازاي، واذا كان الواحد مش متفائل الحقيقه. انا شايف انه الترجي يقدر يفوز على الاهلي بسهوله، الترجي يقدر يفوز على الاهلي بسهوله الماتش الجاي، وده هيحط الاهلي في ازمات لا حصر لها. يعني ازمات هتبقى كبيره جدا في الاهلي، واعتقد هيبقى الاداره ورطه كبيره عايزه تضحك على الجمهور باي صفقه بقى تقول لهم السنه الجايه احسن. يعني مش هيبقى في حل تاني. فهنبتدي نشوف، نفكر في جوميز، نفكر نخطف مايلي، نفكر نشوف فتوح، هنشوف لها حل علشان نعمل ايه، دوشه ونقول ان احنا ايه يعني جامدين جدا. شكرا جدا لكم.